النهاردة هعمل معاكم أحلى وأطعم رز معمر فلاحي، وعشان يطلع معانا بالشكل ده يبقى لازم نظبطه. نحط له حليب كامل الدسم، قشطة لو موجود يا سلام تبقى حلوة قوي، حتة سمنة بلدي مش هتقول لأ، عشان يطلع في الآخر رز معمر فلاحي على أصوله. تعالوا نشوف مع بعض المكونات الأول. هستعمل كوبايتين ونص من الرز المصري، غسلته ونقعته نص ساعة ساعة إلا ربع انتوا وقتكم، وبعدين صفيته من ميته كويس جدا. ومعايا كمان 5 كوبايات من الحليب كامل الدسم، كل كوباية من الرز بتاخد كوبايتين من الحليب. نقصت منهم بس ربع كوباية عشان الرز معانا منقوع. هنغليه وهنستعمله على طول وهو سخن. وهنحتاج كمان ل3 معالق كبار من القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، و3 معالق كبار من السمنة، وكوباية من الزبادي، ودي بقى اللي بتخلي الوش طري وكريمي جدا. وهنجيب الطاجن أو الصينية اللي هنعمل فيها الرز، هندهنه بمعلقة كبيرة من السمنة، وهنحط فيه الرز بعد ما صفيناه كويس أوي من ميته. كل كوباية من الرز تاخد معلقة كبيرة مليانة من السمنة البلدي، هنحطها على الرز ونقلبها بقى فيه كويس قوي. عايزين الرز كله يتغلف بالسمنة. وهنجيب الحليب بعد ما غليناه وهنحط عليه معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. السكر هنا بيظبط طعم الرز جدا. هنقلبهم مع الحليب كويس قوي، ونحط الحليب على الرز على طول. ونخلي بالنا ان الطاجن او الصينية اللي هنستعملهم لازم يبقى ارتفاعهم عالي، عشان لما الحليب يغلي في الفرن ما يفرش مننا. وبالراحة هنقلب الرز مع الحليب كده، نوسع له بس مكان بالمعلقة، ندخل الرز كله جوه الحليب. وهنجيب كوباية الزبادي وهنحط عليها القشطة، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. عايزين يبقى القوام بتاعهم كريمي وناعم خالص. ممكن تحط كل حاجة منهم لوحدها، تقلبوا الزبادي كويس الأول وتحطوه يغطي وش اللبن، وبعدين نقلب القشطة كويس جدا نخليها كريمية خالص، وبعدين نحطها على الزبادي، لأن القشطة هي اللي بتدي اللون الحلو اللي احنا عايزينه للرز، مش الزبادي. الزبادي بس بيدينا الطبقة الكريمية، ما بيخليش وش الرز يبقى ناشف، لكن القشطة هي اللي بتحمر الوش. وهنوزع الخليط ده، عايزينه بقى يغطي وش الرز كله. نيجي بقى للتسوية، ودي أهم حاجة في الموضوع كله. هنسخن الفرن الأول كويس جدا من قبل ما نبدأ في عمايل الرز. وقبل ما ندخل الصينية بتاعتنا أو الطاجن الفرن، هنقفل الفرن ونولع الشواية. هنحطه في الرف الأوسط، هنحط الطاجن في الرف الأوسط، وهنسيبه بقى لحد الوش بتاعه ما يختم، يعني الوش يتحمر والقشطة تسيح كده وتديله اللون الحلو اللي احنا بنبقى عايزينه على وش الرز. ولما ياخد خلاص اللون الحلو اللي احنا عايزينه، هنقفل بقى الشواية ونفتح الفرن، ونحط الطاجن في الرف الأقرب للنار من تحت. بعدين نهدي النار نخليها وسط أو أقل شوية، ونسيبه بقى لحد ما يستوي خالص. هو خد معايا تقريبا ساعة إلا ربع. كده خلاص طاجن الرز المعمر بتاعنا بقى جاهز. الوش واخد لون حلو، والطبقة اللي على الوش كريمية جدا، مش ناشفة خالص، وطرية وحلوة قوي. الرز بقى نفسه مفلفل، يعني مش معجن، وطعمه رائع. جربوه وبألف هنا على قلوبكم مقدما.